الحلقة اللي فاتت واللي كان عنوانها ابن الشركة. تقدروا ترجعوا لها في الفيديوهات. اتكلمنا على فكرة الموظف اللي بيبقى شايف نفسه ان هو لا، الشركة ديت مش هتشتغل من غيري وانا ابن الشركة وما ينفعش ان هم يستغنوا عني. وفي الاخر بيتصدم بان هو لا، مش طلع مش ابن الشركة ولا حاجة طلع ان هو ممكن يستغنوا عنه. الشركة لما فكرت انها في وقت من الاوقات في ناس تمشي فكان هو على اول القائمة بتاعت الناس اللي هتمشي، ولما فكرت انها بتتمسك بناس فكان هو في اخر قائمة الناس اللي هتتمسك بيهم. وعشان كده حبينا ان احنا نبني على الحلقة اللي فاتت. هي ايه اصلا قانون القيمة في الشغل والحياة؟ هو يعني ايه اصلا قانون القيمة؟ هي بتتقاس بايه؟ يعني دلوقتي لو انا بشتغل في مكان معين، هل هي بتتقاس بالمدة اللي انا اشتغلتها في المكان ده؟ يعني انا قعدت سنة واتنين وتلاتة وعشرة، فبتتقاس مثلا في اماكن لما بتيجي نتكلم فيها يقول لك ان الترقية فيها بالاقدمية. يعني انت لو بقالك سنة يبقى انت لسه مستجد، لكن لو بقالك 5 سنين فانت ينفع ان انت تترقى. اماكن تانية لأ، الأولوية فيها بالكفاءة. ويمكن إحنا موجودين في زمن ما بقاش فيه فكرة الأولوية. يعني شوية ده الستايل القديم أوي، اللي فكرة إن هو الناس الأقدم هي الناس اللي هتترقى لإن هي موجودة أكتر، فبالتالي هيكون انتمائها أكتر. دي مدرسة قديمة، المدرسة دي انتهت. إحنا عايشين في عصر السرعة. إحنا عايشين في عصر أنت محتاج إن أنت تقدّم حاجة حقيقية، عشان الحاجة الحقيقية اللي أنت بتقدّمها ديّة وتبان الحاجة الحقيقية كمان مش بس تقدّمها، عشان الحاجة ديّة هي اللي تحافظ لك على المكان اللي أنت موجود فيه. وهل ده مفهوم جديد؟ لأ، المفهوم ده قديم جدًا، لإن في ناس بتبقى فاهمة لو إحنا بنتكلم على قانون القيمة، إن أنا القيمة بتاعتي بالاجتهاد الأكتر. يعني إيه الاجتهاد الأكتر؟ يعني أنا هاشتغل كتير وأنا باشتغل 12 ساعة في اليوم وأنا موجود. أنا أكتر حد، أنا لمّا آجي أنا طلعت السلم النهارده 30 مرّة عشان أطلّع حاجات، مع إن كان ممكن يبقى في أسانسير عادي يعني. في الآخر فكرة القيمة هو أنت إيه قيمة الحاجة، حجم الحاجة اللي أنت بتقدّمها، وإيه قيمتها بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لتأثيرها على المكان اللي أنت بتشتغل فيه. وهنا السؤال اللي أنت الصعب اللي إحنا يمكن ما حدش فينا بيسأله لنفسه يعني. هو أنا قيمتي إيه في المكان اللي أنا باعمله؟ طب خلّينا نقولها بشكل تاني، هو أنا لو اختفيت بُكرة، هل المكان هيتأثّر؟ يعني هل المكان اللي أنا موجود فيه هيتأثّر؟ وده مش معناه إن إحنا نوقّع الأماكن اللي إحنا بنشتغل فيها، ولكن أنا باقيسها من وجهة نظري أنا، كحد بيشتغل، باقيسها من قيمتي أنا ك ك كحد بيشتغل. هل أنا لو اختفيت بُكرة المكان لو المكان هيتأثّر فعلًا، سواء بوجودي أو بإن الناس هتكون زعلانة إن أنا كنت شخص كويس موجود في المكان، أو بنتيجة الشغل اللي أنا كنت باعمله على الأرض، أو هيتأثّر. مش شرط هيتأثّر، ممكن التأثُّر ده يبقى تأثُّر مادي وممكن يبقى تأثُّر معنوي. التأثُّر ده اللي هو لأ، ممكن يبقى التأثُّر الإيجابي كمان، إن أنا لو مشيت ورايا ناس كتير أوي تشيل، وعامل فريق عمل قوي جدًا والناس اللي ورايا كلّها موجودة. ففي الآخر القيمة هنا، فأنا هنا ما بقيتش واحد، أنا هنا بقيت واحد مضروب في عدد إكسات كتير. ممكن واحد مضروب في 10، مضروب في 20، مضروب في 30، مضروب في 100، مضروب في 1000. في راجل برجل، وفي رجل. وهنا المقولة الجميلة اللي بتقول لك: كُن رجل ب1000 رجل. فإن لم تستطع فكُن رجل ولا تكن نصف رجل. يعني هي الفكرة كلّها إن فعلًا القيمة بتاعتك الحقيقية في الحاجة اللي أنت بتقدّمها، حجم الحاجة اللي أنت بتقدّمها وعاملة إزاي وتأثيرها إزاي في الناس اللي حواليك. عارفين كانوا في الحروب بتاعة زمان، من الحاجات اللي أنا اتفاجئت بيها إن هو كانوا بيقيسوا أحيانًا رجل بيحسبوه إن هو فعلًا ب1000 رجل. يعني كان في مقولة جميلة جدًا ل ل لسيدنا عمر، اللي هو بيقول: "لصوت القعقاع في المعركة ب1000 رجل." فلمّا كانوا بيطلبوا أحيانًا مدد ممكن يرسل 1001. ال1001 دول مين؟ ال1000 دول اللي هم 1000 جندي، وواحد ده اللي هو حد زي القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. إيه الفكرة؟ إن هو فعلًا ب1000 رجل، هو ب1000 مقاتل وهُم بيعدّوه إن هو ب1000 مقاتل. ولو جينا راجعنا التاريخ ورجعنا، يعني مثلًا لو جينا هنلاقي نماذج كتير جدًا. هنلاقي مثلًا سعد بن معاذ، اللي هو الرجل اللي مدة إسلامه على بعضها كلّها تقريبًا ما كمّلتش 5 سنين. 5 سنين. تخيّلوا الراجل ده كان الراجل ده تأثيره عامل إزاي. الراجل ده أول حاجة لمّا كان لسه المسلمين بيدخلوا المدينة،
فهو أول واحد لمّا راح في البيعة وبعد كده رجع المدينة، لمّا قومه جُم بيكلموه، قال لهم إن أنتم حرام عليكم مالكم وأموالكم وكل حاجة حرام إلى أن تسلموا. فكان تخيلوا إن الإسلام جزء كبير منه من إن هو انتقل من فكرة مكة والدعوة السرية والإيذاء اللي المسلمين بيعملوه للدعوة الجاهلية، والانطلاقة اللي حصلت دي كلها، حصل بسبب الراجل ده بشكل رئيسي، إن كل قومه أسلموا وهم اللي بعد كده رحّبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما حدش ينسى موقفه في غزوة بنو قريظة، لمّا حكم، هو حكم للدوام، هو حكم للقطع، اللي هو إن إحنا ده اللي هيخلّي ده اللي هيخلّي الموضوع يستمر، ده اللي هيخلّينا حاسمين، وأيّده ربنا سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام بلّغه بكده. ولمّا مات سعد بن معاذ، وده الأجمل، تخيّلوا إن اهتز لموته عرش الرحمن. عمرها ما كانت بتتقاس بالمدة، عمرها ما كانت بتتقاس أنا موجود في المكان يوم والّا 2 والّا سنة والّا 2، هي الفكرة كل يوم أنا موجود فيه إيه القيمة اللي أنا باقدّمها، كل ساعة أنا موجود فيها إيه القيمة اللي باقدّمها. اللي باقدّمها، وبالمناسبة برضه خلّيني أقول إن أنا يعني الحاجات دي برضه مش بتيجي بالصدفة، يعني أنا عشان أقدر أقدّم قيمة، محتاج إن أنا أتعلّم الحاجات الصعبة، محتاج إن أنا أتعلّم. في 3 شروط أساسية عشان أقدر إن أنا أقدّم قيمة. أول حاجة إن أنا محتاج إن أنا أسأل نَفْسي إيه الحاجة المختلفة اللي أنا باقدّمها، ولو أنا اختفيت إيه اللي هيختلف، أو لو أنا ما كنتش موجود هل المكان هيتأثّر بوجودي والّا لأ، تمام؟ الحاجة التانية أنا محتاج أتعلّم. لإن لا يمكن القيمة دي تتضاف إلا لو الإنسان ده كان عنده رحلة، كان عنده تجربة، كان عنده علم، وده معناه العلم، ده معناه الرحلة نفسها اللي هو مشي فيها. فأنا محتاج إن أنا أتعلم عشان أكتسب خبرات، وأتعلم العلم الصعب، مش هاتعلم العلم اللي كل الناس بتعرفه، الحاجة اللي بنتعلمها في يوم ونقعد نطبّقها سنين، نتعلمها في شهر، في سنة، ونقعد نطبّقها طول حياتنا، وإحنا خلاص نمونا بتاع التعليم وقف عند النقطة ديّة. ف ف ف فدي نقطة مهمة جدًا، فكرة ال التعلُّم، وإن أنا أقدر إن أنا أشتغل على نَفْسي لفترة أطول. كل أمّا أشتغل على نَفْسي أكتر، كل أمّا أنا القيمة اللي أقدر أقدّمها هتبقى أكبر. الحاجة التالتة، وديّة سبحان الله اللي بتبقى غريبة جدًا، اللي هو إن أنا أخدم الناس. إن أنا الإنسان اللي بيعيش لنَفْسه، وبيعيش لإن هو كل اللي شايفه في حياته هو الكون بيتمحور حوالين نَفْسه. أنا لمّا باشتغل في فريق، فالفريق ده عبارة عن أرقام 1 و2 و3 و4 بيؤدّوا عشان أنا في الآخر أقول أنا اللي عملته، أنا اللي حقّقت. الإنسان ده بيختفي بسرعة، مهما طال عمره، مهما طال الوقت اللي هو شغّال فيه، مهما كان موجود في المكان، بعد وقت معيّن خلاص الناس بتنساه. في الآخر القيمة أو الأثر اللي أنت بتسيبه في المكان اللي أنت موجود ده، أو البصمة بتاعتك هي اللي بتفضل، هي اللي بتفضل جوّه الناس. عشان كده في الإدارة من أجمل المقولات اللي باحبها إن إحنا في الإدارة بندير القلوب قبل العقول. إحنا في الآخر كل اللي مطلوب مننا إن إحنا مجموعة الناس اللي موجودة اللي إحنا مستأمنين عليها ديّة، تمام، نقدر إن إحنا نؤلّفهم، نقدر إن إحنا الناس ديّة نطلّع أحسن حاجة ممكنة، ممكن نقدر نطلّعها منهم. الفكرة إن ده بعد فترة بقى هتعدّي السنين سَنة و2 و3، والناس فاكراك بالخير، والناس بتذكر في سيرتك بالحاجة الكويسة اللي أنت عملتها، وديّة هي الحاجة الأطول من العمر، لإن أنت السيرة بيمتد بيمتد عمرها لفترة طويلة. إحنا بنتكلم عن سعد بن معاذ، وبنتكلم عن مثلًا عمر بن عبد العزيز، بنتكلم عن ناس عدّى على وجودها آلاف السنين وما زال لحد النهارده إحنا بنذكرها. ليه؟ لإن الناس دي قدّمت قيمة كبيرة، الناس دي قدّمت قيمة أثرها كبير، وإحنا موجودين دلوقتي، إحنا أصلًا موجودين في الدنيا عشان كده، هو ده أصلًا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشانه، إن إحنا نسعى وإن إحنا نجتهد وإن إحنا نقدّم زيادة. فلازم وجودنا يكون فارق. طبعًا الخطوة الأعلى بقى إن أنا الحاجة اللي باقدّمها بدل ما أنا بس، أنا طبعًا أكيد باقدّم الأخلاق وباقدّم المثال العملي للإنسان المحترم المهذب اللي هو بيشتغل في مكان معيّن، لكن الأعلى بقى قيمة إن أنا أكون باقدّم قيمة علمية كمان، وإن أنا أكون باقدّم في الحاجة اللي أنا باشتغل فيها. خلّينا نرجع بقى نreflect على الbusiness يعني، إن أنا في الحاجة اللي أنا باقدّم فيها في شغلي، لأ، أنا باقدّم حاجة مختلفة. أنا المكان اللي أنا موجود فيه ده، لمّا باشتغل في مكان، لو أنا باشتغل في حاجة كان أنا الفريق بتاعي كان 10 بقوا 100. أنا الشركة اللي أنا فيها ديّة كانت بتكسب مليون، خلّيتهم 5 و6 و7 و10 و20. أنا الناس اللي موجودة معايا في الفريق كان مهاراتهم دلوقتي كانت مهاراتهم هنا، خلّيتهم هنا دلوقتي، وهكذا. فأنا أكون باقدّم قيمة كمان إضافية لها علاقة بالشغل نفسه اللي أنا موجود فيه، زائد قيمة أخلاقية بقى، لإن أنا الناس اللي أنا موجود معاهم كلّهم
الناس كلّها فاكراني بالخير، تأثيري على كل الناس اللي موجودة، ليّا مواقف وليّا رصيد مع كل الناس، ده اللي بيخلّي الإنسان له قيمة حقيقية، وده اللي بيخلّي المكان أي مكان يتمسّك بالإنسان بشكل أكتر، ده اللي بيخلّي الإنسان لمّا يبقى بعد فترة مش موجود، تفضل سيرته موجودة، وتفضل سيرته مكمّلة، وتكون أطول من عمره في أي مكان. حبّيت أناقش معاكم النقطة ديّة النهارده عشان تكملةً كده لحلقة ابن الشركة، وهو طَب إيه الحل، طَب أعمل إيه؟ فهو ده الحل، قدّم قيمة، قدّم قيمة وخلّيك عارف إن القيمة هي اللي بتستمر، وإن القيمة أهَم من الشغل، وأهَم من الحاجات اللي إحنا بنعملها بشكل عام، اللي هي الأيام اللي إحنا بنعدّيها، وأهَم من الاجتهاد. القيمة هي الحاجة الأهم، القيمة هي الحاجة الأسمى، القيمة هي الحاجة اللي بتدوم وبتفضل عايشة بعد الإنسان، حتى لو الإنسان فضل مش موجود بعد كده. دي النقطة اللي حبيت أناقشها معاكم النهارده. إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة، شكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.